مساء الفل. مش قلت لك يا ابني؟ انا مش قلت لك؟ تسمعش الكلام انت. انا قلت لك انت ما بتسمعش الكلام. هي المشكله يا ابني مش مشكله لعيبه. نقعد كل مره نتكلم ونعيد ونزيد. هي المشكله مش مشكله لعيبه، مش مشكله مدرب ولا مشكله ولا اي نيله. مشكله لعيبه مدلعه يا حبيبي. لعيب بياخد 50 60 مليون في السنه و30 مليون واعلانات وهيصه وزنبليطه وطالع وجاي وانا الحراق اللي سبت الزمالك وانا اللي بتاع، ولا بنشوف منه انتاج. بيقبض. مفيش قرص تقرص عليه. انت ما بتقرصش عليه. ما بتديلوش خصومات. خصم انك تديله ما تديهولوش. خصم واحد. فين الخصومات؟ اللعيبه اللي بتاخد بالملايين يتخصم لها بالملايين. اللعيبه ما بتمشيش في الملعب. مفيش روح. مفيش روح. دي اول حاجه. اللعيبه خرا. مفيش روح. تاني حاجه بقى، هو كابتن عماد النحاس كان بيعمل ايه النهارده؟ معلش. يعني التشكيله نفسها ان ديانج يلعب 8 دي ايه؟ ديانج طول عمره دستوريه. الراجل بيقطع الكره ويجري يباصي بس. ده اللي بيعمله في حياته. بيلعب 8 ممرر ما بين الخطوط. المفروض ان هو يوصل الخطوط ببعض. ده ازاي دي؟ معلش. ده هيعملها ازاي دي ديانج؟ ديانج ما بيعرفش يستلم بظهره. ما بيعرفش يستلم بظهره. وزيزو بدأ الماتش ليه؟ ازاي بدأ الماتش زيزو؟ زيزو بدأ الماتش ازاي؟ يعني الراجل بيشتكي من الضمه جه قال لك انا جاهز وبتاع. ازاي يعني؟ يعني ازاي يا جماعه بصراحه؟ يعني ازاي الناس في اوروبا يقول لك المدرب اتقال النهارده بكره كذا مدرب؟ احنا بنقول لسه هنستنى التوقف الدولي. هنقعد 4 ماتشات عشان التوقف الدولي ده اللي هو ازاي يعني؟ ازاي؟ حد فاهمني بس. دي تاني حاجه. ده اول. دي تاني حاجه. تالت حاجه بقى، هو الاداره يعني شايفه ايه في كابتن عماد نحاس مؤهل ان هو يكمل يعني؟ ياخد فرصه بناء على ايه يعني؟ يعني ما روحتش ستفت ورقك من البدايه ليه؟ عوده الاهلي مش تبقى بالتكتيك والكلام ده. عوده الاهلي هتبقى، اهو انا بقول لك عوده الاهلي هتبقى بانضباط داخل الفرقه. المعلمين دي تنتهي. شغل المعلمه ده ينتهي. شغل المعلمه ينتهي. الإدارة لازم تحل حوار المدرب بسرعة. لازم يجي مدرب بسرعة. ويجي مدرب شخصيته قوية يعرف يتكلم عن الناس دي. والنهارده الناس اللي كانت بتطبل في الاستوديو يقول لك الخطة تشكيلة هي كل لعيب في مكانه. كوكا ما ينفعش يلعب باك شمال لأنه يعني استغفر الله العظيم ما بيعرفش يلعب. والأخ ديانج ما يلعبش 8 يا جماعة. وشريف ما يلعبش على جراديشار. اصلا احنا ما جبناش مهاجم ليه مكان وسام. ده الاثنين يعني اعوذ بالله اعوذ بالله. مش عايز اتكلم يعني ايه واغلط. اخر حاجه بس معايا، فين كباتن الفرقه اللي شايفين اللعيبه بتتدلع وما بيزعقوش وما بينيلوش؟ كابتن شناوي مش عايز يفرد ايده ليه زي الناس كده؟ ما بيفردش ايده ليه كابتن شناوي كده؟ ما تفرد ايدك يا عم. ما تفرد ايدك. لو وصلت معايا لاخر الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب وشير للقناه. سلام.